بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان أسباب انسحاب الجيش السوري من مدينة السويداء أو جبل الدروز. البعض يقول كيف انسحب الجيش السوري ونحن بذلك تعرضنا لهزيمة من إسرائيل وإسرائيل انتصرت، والواقع لا. الذي حيها حتى الآن انتصار للجيش السوري. المسألة باختصار شديد، الجيش السوري تقدم 10 خطوات ثم تراجع 6 خطوات. يبقى في هذه الحالة الجيش السوري تقدم أم تأخر؟ يكون الجيش السوري قد تقدم 4 خطوات. فالذي فعله الجيش السوري خلال الأيام الماضية كان انتصارا حتى بعد انسحابه، وأصبح الآن الجيش السوري هو صاحب الكلمة العليا واليد الطولى في مدينة السويداء وليس إسرائيل. فأنا أقول لجنود الجيش السوري بالتحليل بالورقة والقلم والمسطرة إنه سوريا حققت انتصارا مرضي إلى حد كبير. لن نستطيع أن نحقق انتصار 100%، والحروب ليست هكذا، والتاريخ لا يسير في خط مستقيم، بل كما حدث في الثورة السورية بالضبط. أنت أخذت حمص، سقطت حمص، أخذت إدلب، نصف حلب، دمشق، ولكن في الآخر المحصلة إنك الحمد لله انتصرت. نحن تعالى نحسب الأوضاع السياسية والعسكرية في السويداء قبل المعركة وبعد المعركة، لنجد أن الجيش السوري انتصر. هناك 4 أطراف عسكرية على أرض السويداء. عندنا ميليشيا حكمة الهجري، وكان هو يقدم نفسه على أنه زعيم الدروز أو غير ذلك، وظهيره الجيش الإسرائيلي. ولدينا فصائل درزية مسلحة أخرى وظاهرها الجيش السوري. فاللي حاصل أنه قبل هذه الحرب كانت ميليشيا الهجري تسيطر على جبل الدروز سيطرة تامة وصاحبة الكلمة الفاصل وغير ذلك من هذه الأمور. وإسرائيل كانت تقول، الجيش الإسرائيلي كان صاحب اليد العليا، وإسرائيل كانت تقول ممنوع أنه دبابة أو جندي سوري يدخل جبل الدروز. وكان خلاص حكمة الهجري ومدعوم بإسرائيل من الخلف، ويعتبر الدولة السورية لا سيادة لها، والمحافظ طردوه، كان ميليشيا حكمة الهجري تفعل ما تشاء. الدروز طبعا ليسوا كتلة واحدة مثل أي جماعة بشرية، متشاكسة متناحرة، وهذا يحدث بين المسلمين والمسيحيين واليهود والهندوس، طبيعة البشر التشاكس فالدروز أيضا بينهم خلافات ومشاكسات وهكذا. فبما أنه إسرائيل قررت تدعم حكمة الهجري، فالدروز الآخرين المشاكسين لحكمة الهجري يبحثون عن داعم أو مساند لهم في مواجهة عدوهم أو خصمهم حكمة الهجري، فوقع اختيارهم على الجيش السوري والحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع. فالذي جرى أن إسرائيل قالت ممنوع أي عسكري سوري يدخل مدينة السويداء. دي أهداف إسرائيل. 1 عشان نعرف كيف انتصر الجيش السوري. إسرائيل قالت خط أحمر، ممنوع أن جندي سوري يدخل مدينة السويداء، إنه حكمة الهجري هو الوالي المسؤول عن جبل الدروز وهو صاحب الكلمة الفصل والأولى والنهائية، إنه جبل الدروز سوف يكون دويلة درزية مستقلة. الحكومة السورية والجيش السوري كسر الخط الأحمر الإسرائيلي الأول، والقوات السورية والجنود السوريين دخلوا السويداء. أنت منذ 7 أشهر لم تستطع أن تضع قدمك في مدينة السويداء التي هي أرض سوريا، فأنت وضعت قدمك ودخلت مبنى المحافظة، ودخلت مبنى الشرطة، ودخلت وسط المدينة. فهذا انتصار. بعد ذلك انسحبت ولكن دخلت، شيء عظيم. انسحبت هنأتي ليه أنه أصلا الخطة أن الجيش السوري كان يدخل ثم ينسحب، وسنأتي لذلك. فالأمر الأول أن الجيش السوري دخل بعد أن كان ممنوعا تماما بشكل تام أن يدخل. الأمر الثاني أن حكمة الهجري وميليشيا حكمة الهجري اللي هي كانت صاحبة الكلمة الفصل المدعومة من إسرائيل لم تعد صاحبة الكلمة الفصل، بل أصبحت الفصائل الدرزية المتحالفة مع الحكومة السورية هي صاحبة اليد العليا. هذه المعركة أدت إلى إضعاف ميليشيا حكمة الهجري. هناك خسائر. هل ميليشيا حكمة الهجري قبل هذه المعركة مثل بعدها؟ لا طبعا. الآن نستطيع أن نقول أن ميليشيا حكمة الهجري ربما خسرت 30% من قوتها، ربما خسرت 50% من قوتها،
ربما انه حزب الكنبه في الدروز اللي هم منتظرين كاي حزب كنبه في اي دين يعني اللي ينتصر نصفق له. فهؤلاء الان اصبحوا متشككين ان حكمه الهجري ليس صاحب القول الفاصل. فبالتالي بعد ما كان حكمه الهجري صاحب 100% من القوه والنفوذ في داخل السويداء، لا، اصبح للفصائل الدرزيه المؤيده او المتحالفه مع الحكومه السوريه. فهنا تغير ميزان القوه من الفصيل الدرزي الموالي لإسرائيل للفصيل الدرزي المتحالف مع الحكومة السورية. فهذا هو الأمر الثاني. الانتصار الثالث أن حكمة الهجري وإسرائيل كانوا يقولان نريد دويلة درزية ونحن منفصلين فهذا المشروع تحطم، لأنه الآن الجيش السوري صاحب القول الفاصل، والجيش السوري صحيح هو هيحكم جبل الدروز درزي، ولكن هيكون موالي لإسرائيل ولا متحالف مع حكومة سوريا. فالآن أصبحت الحكومة السورية لا تختار من الدرزي الذي سيحكم المكان. طيب لما نرجع لما قبل المعركة وقبل الحرب، اللي حاصل حضراتكم أن هناك اتفاق أمريكي تركي سوري إسرائيلي، اتفاق بين الأربع دول يعني أمريكا وإسرائيل وتركيا وإسرائيل. الاتفاق يقوم على الآتي: أن الشرطة الموجودة في جبل الدروز تكون درزية، الموظفين يكونوا دروز، القضاة يكونوا دروز، أين العلمانية والمواطنة ده كلام ضعه في أقرب سلة زبالة. يعني هو لما يجي الشرطي يدخل هذه المنطقة في جبل الدروز لازم ينظروا في دينه، أنت درزي هتدخل، أنت مسلم أخرج. وده أمر عجيب. يعني هل أنت في دمشق تستطيع أن تقول أن هذا الشرطي مسيحي أخرج أو هذا الشرطي درزي أخرج، وأنه اللي يكون موجود في دمشق هو يكون شرطي مسلم فقط؟ لا. ولكن هنا وضع عجيب جدا ان انت تنظر في الهوية الدينية لرجل الشرطة الموجود في الشارع ولا رجل المرور ولا الموظف. المهم، فاللي حاصل قبل هذه الحرب انه كان هناك اتفاق بين تركيا وسوريا واسرائيل وامريكا على انه الموظفين دروز والشرطة دروز وغير ذلك. وبعدين تمت محاولات لتطبيق هذا الاتفاق بصورة ودية، ولكن حكمة الهجري رفض والميليشيا التابعة وقالوا نحن لسنا تابعين لدولة سوريا وعاوزين يعملوا دويلة مستقلة لهم وينفصلون ونشيد وطني وعلم ويعني انفصال، يعني عاوزين يعملوا دويلة مستقلة ذات سيادة إلى آخر الكانتونات اللي موجودة في المنطقة التعيسة في العالم، هذه منطقتنا يعني. فاللي حصل أن الحكومة السورية رفضت، قالت له يعني أنت ما في مشكلة بس تتخلى عن مشروع انفصال دويلة درزية وتتخلى عن موضوع انك تكون موالي لاسرائيل، ولازم تكون انت يعني مرتبط بالحكومه المركزيه بشكل ما. يعني هناك فيدراليه غير رسميه او غير قانونيه. ورفض حكمه الهجري والجماعه بتوعه. فدخل الجيش السوري، يعني هذا الهدف السياسي لدخول الجيش السوري، انه يدخل يطرد ميليشيا حكمه الهجري وياتي بفصيل درزي اخر، وهو ما تحقق حتى الان. يعني ممكن الأمور ميدانيا تتغير، أنا طبعا أتحدث في لحظة هذا هو الواقع الميداني. فدخل الجيش السوري لتغيير الأوضاع، وتم تغيير الأوضاع حتى الآن. وبالتالي الحكمة يعني الجيش السوري دخل كي يضع شرطة درزية ولكن تدار من دمشق، أو في الآخر تقول إحنا جزء من دولة سوريا. ميليشيا درزية ولكن ليس على الورق مكتوب إن هذه المنطقة درزية أو في القانون أو في شيء من هذا القبيل. المهم الجيش السوري دخل لهذا وعقد اتفاقات مع رجال الدين الدروز المؤيدين او الذين هم ضد حكمة الهجري، او اللي هو حكمة، يعني طبيعي ان هم عاوزين يسقطوا حكمة الهجري كي يجلسون مكانه، وباعتبار ان هم غير مفضلين لاسرائيل فالتحقوا بالطرف الاخر اللي هو الحكومة السورية. فبالتالي الجيش السوري دخل لتنفيذ مهمة، والمهمة حتى الان جرى تنفيذها. طيب اللي حصل ان الجيش السوري ادخل دبابات، ادخل اسلحه ثقيله، واسرائيل اعترضت اول امس وبدات تعمل عمليه قصف في مناطق فارغه بكذا، انه اسحب كذا. فطلعت الحكومه السوريه وزاره الدفاع السوريه ببيان زعمت فيه انها سحبت السلاح الثقيل. هل هي سحبته فعلا ام لم تسحبه؟ الله اعلم، ولكن يبدو انها لم تسحبه. يعني واضح انه كان هذا البيان نوع من التضليل او تفاهمات في الخلف مع أمريكا مع إسرائيل، شيء من هذا القبيل يعني. فبدأ الطيران الإسرائيلي يقوم بعمليات قصف حقيقية للجنود السوريين الموجودين على الأرض. المهم
الجيش السوري دخل ويعني عمل إلى حد ما اللي هو عاوزه. فبالتالي الوضع حاليا، الوضع داخل مدينة السويداء عسكريا اختلف. يعني ميليشيا حكمة الهجري لم تعد بقوتها، ولم تعد صاحبة القول الفصل، يعني ما عاد بقوة 100% وشيء من هذا القبيل، وإنه اللي هيقف مع حكمة الهجرة هيكون له تكلفة. طيب الأمر الآخر، تم القضاء على مشروع إقامة دولة درزية وغير هذا. طيب البعض يقول لا والله كان الجيش السوري يستمر أو شيء من هذا القبيل. طبعا دي تفاهمات مع يعني تركيا بتكلم الأمريكان، والأمريكان يعني في الآخر تركيا والأمريكان هم الاتفاق بينهم واللي بيسري. طب هل أنت من الصواب التصعيد حاليا مع إسرائيل؟ يعني ممكن نصر على بقاء الجيش السوري داخل السويداء ويؤدي هذا إلى قيام حرب مع إسرائيل؟ هل هذا في مصلحتنا أم لا؟ القيادة السياسية للحكومة السورية بقيادة أحمد الشرح والرئيس التركي أردوغان هما قدرا أنه ليس من مصلحتنا اندلاع حرب مع إسرائيل حاليا. وأنا يعني أتفق في هذا التقييم. يعني طبعا أنا لا عندي أجهزة مخابرات ولا حاجة، ولكن هل أنت في سوريا في ظل الأوضاع الموجودة أنت في ظهرك الجيش الروسي في حميميم، فلو أنت سحبت كل قواتك من الشمال ومن طرطوس واللاذقية الجيش الروسي هيطعنك وهيعمل لك انقلاب عسكري جديد في الساحل. ولا يزال عندك ميليشيات حزب العمال الشيوعي الكردستاني البي-كي-كي موجودة في الحسكة وهذه المناطق، وهي أيضا لو انسحبت ممكن تدخل وتهاجم حلب. يعني أنت أصلا ظهرك غير مؤمن، فأنت لازم تخلص من العدوين اللي في الشمال اللي هو الجيش الروسي في حميم وطرطوس واللاذقية، لازم تطرده، ولازم تفكك هذه الميليشيا البي-كي-كي حزب العمال الشيوعي الكردستاني، وبالتالي يكون ظهرك نظيف، فتستطيع انك في حال مواجهة عسكرية في الجنوب تستطيع انك مطمئن للخلفية بتاعتك. لكن الوضع اللي حاصل حاليا ان الجبهة الداخلية غير مؤمنة، الحدود السورية غير مؤمنة، لا تزال سوريا مفككة ولا تزال سوريا بدون بنية تحتية. وبالتالي عامل الوقت، لانه اعتقد نتنياهو عنده 70 سنة، هل هيعيش 3-4 سنين؟ هل هيبقى في الحكم 3-4 سنين؟ الله اعلم، يعني نحن لا نعرف. لكن أعتقد أنه الأمور داخل إسرائيل نفسها متجهة إلى الشيخوخة، أو هو المجتمع الإسرائيلي في حالة شيخوخة هيكون متشاكس. نتنياهو حالة متحمس لمسألة الحرب والقتال و باعتبار أنه في حرب أصلا، ولكن ما الأمور تهدأ هيبدأ هو يعني الآن بيجري تطبيع إسرائيل على أنه أيوة السويداء دي أرض سورية، أيوة الجيش السوري من حقه يدخل، أيوة إحنا اللي هنختار ونكون أصحاب القول الفصل والكلمة العليا في السويداء. هذا لن يأتي مرة واحدة، إنما بتدرج. لازم نفهم أن الجيش السوري لا يحارب ميليشيا الهجري، هذا غير صحيح. الجيش السوري اللي بيحاربوا الناحية الثانية إسرائيل، وإسرائيل خلفها حلف الناتو وخلفها أمريكا. فبالتالي مسألة الانجرار لحرب بسهولة، يعني أنت الحرب لما تكون دفاعية. أما العيال بتوع اللوب الإيراني إن هيا يا أحمد يا شرع خش الحرب، هيا افعل، هيا كل هذا الكلام عنتري وغير صحيح. الحرب ليست مسألة سهلة. الأمر الآخر، أرى أن ما حدث فيه خير كبير، أن إسرائيل قصفت مبنى وزارة الدفاع السورية. ده أمر رائع. لماذا؟ أنا كتبت كثيرا يا جماعة، التليفونات الآن بيجري جمع بيانات أماكنكم وأولادكم وأزواجكم ومين الشخصيات المهمة في الجيش السوري، حتى لو بصورة غير رسمية. يعني بمعنى أنا الآن حضراتكم افترض مثلا أنا ليس لي وظيفة في الجيش خالص، وليس لي وظيفة في الدولة، ولكن من خلال الذكاء الصناعي يعرفوا إنك ضابط في الجيش أو إنك مهم في الدولة، أو مثلا دكتور عبد المنعم زين الدين عندكم مثلا في سوريا. أليس تأتيه اتصالات من حلب واتصالات من درعا واتصالات من السويداء واتصالات من هنا؟ فهنا الذكاء الصناعي بيجد ان هذا الشخص له دوائر اتصالات في اكثر من محافظه، في اكثر من مكان، في اكثر من كذا، فبيحددوا انه شخص مهم وفي وقت يقتلونه. فاللي حصل رساله مهمه جدا عما لو دخلت في حرب حقيقيه ماذا سيحدث. انك هيقتل لك الضباط، هيقتل لك القاده، هيقتل لك كذا، انه بيجري جمع البيانات والمعلومات والاتصالات. وبالتالي اللي حصل في معركة البيجر في حزب الله في لبنان قد يتكرر بيجر أخرى في سوريا، وعلى الحكومة السورية وعلى تركيا وعلى كذا أن يتخذوا الإجراءات اللازمة. ما شرط يجي لك البيجر من إسرائيل، ممكن يأتيك البيجر من إيران. يعني إيران تجمع معلومات، وإيران لما قصفت تل أبيب وكذا
هي طبعا قصفت بصواريخ فارغه، يعني الصواريخ الصدمه بتاع الهواء كسرت الزجاج في المباني في تل ابيب، ولكن ايران تقول انا عندي صاروخ دقيق. فالصاروخ اللي ايران ضربته فارغ على تل ابيب غدا تضربه بعد ان تملأه بالقنابل على اجتماع للرئيس السوري احمد الشرع. انا شخصيا اطلب من الرئيس السوري احمد الشرع الله يظهر في اماكن مفتوحه او معده مسبقا او اجتماعات علنيه او غير ذلك. الوضع جد خطير، ولازم يتم تعيين نائب للرئيس، لانه اليوم اذا لا قدر الله حصل قتل احمد الشرع ماذا سيحدث؟ لازم الرجل رقم 2 يكون جاهز. فاللي حصل هذا تنبيه وتحذير، ومن الحمد لله انه حصل. كي الجنود اللي كل واحد قاعد يتصور، كل واحد قاعد يتكلم في التليفون، انت بتقتل نفسك وبتقتل اولادك. فالهواتف يعني افضل لا تستخدموها، واذا استخدموها يكون انت لا تتحدث في الهاتف الا يعني اقل كلمه، لانه هذا الهاتف قاتل، الله سيقتلنا جميعا يعني. طيب المهم، والايام اثبتت، انا قلت من البدايه وانا قلت هذا في فيديوهات سابقه ان يجب الرئيس السوري احمد الشرع يخرج في مؤتمر صحفي ويقول نحن مستعدين اذا اسرائيل انسحبت من هضبه الجولان نعمل معها اتفاق سلام. بعض العيال الايرانيين وبعض العيال اللي مش فاهمه، لان احنا للاسف اللوب الباطني بيسيطر على بلادنا، وانتم تلاحظون في الانظمه الديكتاتوريه العربيه قاعده تشتم في اسرائيل صباح مساء، وان اسرائيل اغلقت المسجد، وهو نفسه النظام الديكتاتوري بيقفل المسجد في قلب بلده. اسرائيل قتلت وهو نفسه بيقتل، فاصبح هجوم اسرائيل بيعطي شرعيه للنظام في الداخل. فانا قلت احمد الشرع انه يخرج والله يقول احنا عاوزين سلام. لماذا؟ اللي حصل الان ماذا حدث؟ اللي حصل انه امريكا بخطه الرئيس الامريكي ترامب هي ما دخلت مع اسرائيل، وقفت طرف محايد، وهذا الذي جعل اسرائيل حتى الان تتردد في انها تغزو الارض السوريه. الامرين، لماذا اسرائيل لم تقم بالتوسع اكثر واكثر؟ خشيه ان تندلع حرب مع تركيا، وخشيه من انه امريكا والرئيس الامريكي ترامب لن يقف في يد هذه الحرب، لانه اسرائيل في الاخر تقول له ادفع ترامب، وترامب يقول لك انت ليه رايح تحارب اصلا؟ انا عاوز السلام وانا عندي حرب مع الصين ومش فاضيه يعني امريكا بتقول لك انا ليس هذا ده وقت ليه اللعب في الجولان والقصص دي يعني بالنسبه لامريكا المسائل دي ما تهمهاش في حاجه. فبالتالي اللي بيقولوا بقى لاحمد الشرع اين والتطبيع والبطيخ وكذا، ولازم تطلع احمد الشرع تقول البيانات حنجوريه والكلام الفاضي. ما هذه البيانات الحنجوريه سوف تؤخذ للرئيس الامريكي ترامب ويقول له انظر انهم يهددوننا انهم، ويبدا ترامب يمول اسرائيل. فليه انت، لماذا انت اليوم تجعل امريكا تقف مع اسرائيل؟ طب ما انت غبي. فالذين يقول لاحمد الشرع صعد، اللي بيقول لاحمد الشرع اطلع اشتم، اللي بيقول له ان احمد الشرع يطلع يقول اي كلام، هؤلاء يا جهله يا منافقون. كيف تدفع بالدوله وبالشعب للحرب وانت اصلا لا مستعد عسكريا الا اذا فرض عليك، واذا فرض عليك ربنا ينصرك باذن الله ان شاء الله. احنا السلطان قلب ارسلان رحمه الله، السلطان السلجوقي، لما البيزنطيين حصروه كان معاه 25,000 مسلم فقط، وحتى قال لهم اعمل معاكم سلام وادفع لكم جزيه، ولانه الراجل لم يبقى معه يعني الجيش بتاعه كان انصرف ولم يتبقى الا في هذا الكمين 25,000 مسلم، والجيش البيزنطي رفض، فخلاص لبس الكفن ونزل في الحرب ونصره الله وفتح الاناضول كلها، ومن يومها الاناضول اصبحت مسلمه حتى الان. فالمقصود دائما في علم الحرب انت الذي تختار المكان والتوقيت. لكن العيال الحنجريه الجعجعه كذا اللي هو بيقول لا احنا لازم الان، لازم حرب الان، لازم كذا، ولادي انا مش عايز اشتم فيهم والله، يعني مش عايز اشتم اباء وامهات، يعني دي خيانه خيانه خيانه. من يريد الحرب الان؟ الذي يريد الحرب اسرائيل تريد الحرب. فالذي يقول لك صعد مع اسرائيل وكذا هو يريد ان يحقق الهدف الاسرائيلي. ولذلك هتجدوا العيال اللي بتقول صعدوا مع اسرائيل وكذا، يعني عبد الله الشريف، معتز المطر، هل في احد اقترب من قنواتهم؟ ابدا. طب انا اللي قلت لا والله يجب عمل سلام بين سوريا واسرائيل، عملوا ايه معايا؟ غلق 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 غلق. يا جماعه ده احنا بندعو لسلام، غلق غلق غلق. لان هو بينظر انا ليس من مصلحه عقد السلام، لان هو يعني اليوم لو عقد سلام هل هو من حقه يقصف وزاره الدفاع السوريه؟ لا. هل هو من حقه يقول لترامب اعطيني سلاح عشان ادخل احتل السويداء؟ لا. وهو متكتف، خلي بالكم انه احمد الشرع من الحكمه عند احمد الشرع انه ما خرج في تصريحات عنجهيه وفي تصريحات عنتريه كما فعل القوميين الباطنيين العرب جمال عبد الناصر والقذافي وهؤلاء،
اللي سلموا إسرائيل سيناء والقدس والضفة الغربية وهضبة الجولان، ونحن لا نزال نعيش في كلامهم، وإحنا بندفع أخطائهم أو يعني خيانتهم من الأصح. فأحمد الشرع مش مطلوب منه يقول تصريحات جعجعية وتصريحات نارية. أحمد الشرع مطلوب منه تحقيق نتائج على أرض الواقع، وهو حقق نتائج على أرض الواقع. يعني أسقط بشار الأسد، أسقط انقلاب الساحل، شغال يفكك في ميليشيا قسد، شغال يفكك في ميليشيا الهجري في جبل الدروز. يعني أحمد الشرع بصراحة أنت اليوم مين بيحاربك؟ روسيا بتحاربك، إيران بتحاربك، الساحل بيحاربك، قسد بتحاربك في الحسكة، حكمة الهجري بيحاربك في جبل الدروز. يعني دي 5 جهات شغالة عليك وانت لوحدك. ففي عيال طالعة بتقول له لا، يعني هو قاعد يفكك واحدة واحدة بالنفس الطويل. المسألة ليست أنا مع انتخابات، لكن في الواقع أنا أرى أنه التحرك أحمد الشرع سياسيا وعسكريا رائع بأمانة. يعني ما يعجبني تحركاته السياسية. لازم الناس لما يكون في هناك نخبة في البرلمان موجودة، نخبة سياسية، نخبة كذا، الناس هتخف الضغط عن السلطة الحاكمة، لأنه هيبقى الناس بتفهمهم إيه اللي بيحصل. فاللي حصل الخلاصة أن الجيش السوري تقدم 10 خطوات ثم تراجع 6 خطوات، فهو يبقى متقدما 4 خطوات. وهو دخل يعني إلى حد ما. إلى أي مدى ميليشيا الهجري تدمرت لست في الميدان كي أعرف، ولكن نالها ضرر ونالها تدمير، وهذا جعل المكونات الدرزية الأخرى تكون في وضع عسكري وميداني أفضل من ميليشيا الهجري، وهذا صح إلى حين. يعني الأمور شيئا فشيئا، فيجب ان احنا لا ننجر خلف الاصوات اللي بيقولوا لا انسحبوا وما انسحبوش، كلام من هذا القبيل. هو انت اصلا من البدايه كنت هتدخل وهتنسحب، وهذا الاتفاق سواء اسرائيل دخلت او اسرائيل لم تدخل، لان ده تفاهم مع الامريكان. يعني انا بكلمكم بكل وضوح يعني، وانت غير مطلوب منك انك تدخل في مواجهه مع امريكا. ويعني الامور احنا داخلين حرب عالميه ثالثه مع الصين، ولما تدخل حرب عالميه ثالثه انت هتصبح تتحرك في الملعب براحتك، لأن كل اللي واجعين قلبك وراكبين فوق نفسك الآن داخل سوريا هيلتهوا في كارثة الصين وحرب الصين. أنت كثورة سورية استفدت من حرب أوكرانيا؟ نعم. لما الجيش الروسي دخل في حرب أوكرانيا أنت بقى ليك مساحة كبيرة في الحركة داخل سوريا. طيب لما تندلع بقى حرب الصين وأمريكا أنت هيكون لك مساحة أكبر وأكبر. فأنا لماذا أستعجل في خطواتي وأنا أنتظر فرصة دولية كما حصل في ثورة أوكرانيا؟ أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على هذا الزر. وهنا كتاب اسمه علم الحرب للرجل الصيني العسكري الخبير ده، وكتاب مهم جدا أرجو الاستماع إليه. الحرب ليست مظاهرة حنجرية، وليست كلمات، وليس سلام عبد القوي قاعد يقول كلمتين ويبقى اللب الباطني بتاع الحنجرية والشعارات. وهؤلاء هم اللي ضيعوا بلادنا وبيشربوا ويمصوا في دمنا بقالهم 100 سنة تحت القومية العربية والنضال والقضية الفلسطينية وكذا. وأصبحت القضية الفلسطينية حصان طروادة لاحتلال بلادنا. كل خائن يرتدي قميص القضية الفلسطينية ويدخل يدمر بلادنا، ويجب أن نوقف هذا الأمر. نحن يجب أن نضع جدولنا وفقا لمصلحة شعبنا وبلدنا، وليس كل واحد يجي يفرض علينا أجندته. أرجو الاستماع إلى كتاب فند الحرب للجنرال البريطاني. لأسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك، تيك توك، انستجرام وتويتر، وراسلونا على تويتر فقط لأن تايه والله في أكثر من حساب يعني. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.